الجزار عندنا موجود في زريبة الفاجر وزريبة مفتوحة. الحمد لله رب العالمين، الامور ماشيه تمام والبهائم جاء والامور ماشيه تمام ومستمرين. والكيلو الان كان ب 20، لكن هسه نزلنا ل 15 وسايد ينزل لاكثر 12 وهذا. انا حامد بريمة حمدون. طبعا الحمد لله بجهد هذا الشعب العظيم افتتح سوق مواشي الفاشر على محاسب تراعي هذا الناس المجتمع، والحمد لله جاءت البهايم ولغايه احنا اشترينا، انا ذات اشتريت جمال دي لغايه اتكتبت في السوق. وبندعى اهلنا المجاورين من منطقه معسل، المنطقه ثابت، الكومه، مليط، كل المناطق القريبه، كرو، كليمندو البعيده كلها تيجي. السوق فاتح من السبت وقدام خلاص السوق مستقر وفاتح، والحمد لله التجار متواصلين واي شيء. ونطلب من اخواننا في التامين كمان يتاملوا لنا، اهم شيء التامين في سوق الزريبه لحق المواطنين اللي بيجوا ديروا اي شيء. نحيي حكومه التاسيس بالانابه لكل المراه بكل الاحياء الجنوبيه، والحمد لله افتتحنا السوق بتاع الزريبه. ايوه دارين الامن يستتب لنا اهم شيء، ونحن بتاع المطاعم دارين دعم لكل الشابات بتاعت المطاعم والخضار وكل الشباب اللي دارين تمويلا. نحن اهم شيء اصبحنا صباح مع الفجريه، سمعنا سقوط ابو زكريا، فرحه امت البشريه، ابطالنا اللي جاوز لك تحيه، ابطالنا اللي جاوز لك تحيه، الفاشل حره من الجعبيه. الحمد لله رب العالمين. كما تشاهدون الآن الليلة موجودين عندنا كل التجار، تجار البل والبقر والأغنام والسبابة وكل الجهات المسؤولة موجودة الآن. معاكم الأخ حامد إبراهيم كبر. أنا جبت بهايم الزريبة والحمد لله انباعا، وزريبة الفاشر فاتحة دائما وأبدا. العجل الجضع هسه بيحتوى 17 والبار الجزارية ب3، والسوق فاتح وآمن. الليلة فتحنا السوق، سوق المواشي المركزي شمال دارفور. نحن بإذن الله وبقدرة الله تأمين الفاشر مأمن برا وجوا بإذن الله، مأمن من المتفلتين ومتأمن من المجرمين الحرامية، وأي زول يا جماعة أجرم أولى بالسجن. وإن شاء الله يعني نناشد أهل المواشي كلهم في كل المحلات، في كبكابية، في سرب عبرة، في كل المحلات يجيبوا الإبل، يجيبوا الضان، يجيبوا البقر. خلاص السوق فتح يا جماعة، والشرطة معاكم في تأمين السوق، وحمدان دقدق معاكم، قائد الفرقة معاكم، حكومة التأسيس معاكم، مكتب قائد الثاني معاكم، وإن شاء الله الأمور تمشي. ونحن الأولاد النصر ما كان قعدنا في الحتة دي، بالنصر وبعزيمة أولادكم الشباب والشيب حتى نحن حررنا المنطقة دي. قدمنا ما قدمنا من أضحية حتى بعد ذاك تم الليلة الجمع الكريم ده، ومستعدين نقدم أكثر وأكثر. وأقول لكم كلام يا جماعة، نحن والله ما دام في تأسيس ما في مواطن رخيص. السوق ده هيتملي، ولو يتملى نحن بنحميه. الحماية علينا نحن نوفر أي حاجة في متطلبات السوق، نحن بنوفرها. المواطن يجي يجيب بهايمه دي من هنا لحد الصباح، بكرة بعد بكرة لحد ما يبيع بهايمه إن شاء الله يلك الراس يوجع.